احلى والذ طبق فتة شاورما ممكن تاكليه بمكونات بسيطة بتتبيلة خطيرة للفراخ. هتخلي طعم الفراخ تحفة، وكل اللي هتقدمه له سواء من ولادك او ضيوفك هيعجبهم جدا. يا ريت تجربيه، هيعجبك جدا. هنعمل التتبيلة اللي هننقع فيها شاورما الفراخ: 3 معالق كبار من الزبادي او اللبن الرايب المتوفر عندك، معلقتين كبار من الكاتشب، معلقة صغيرة من الثوم المهروس، معلقتين كبار من الخل، عصير ليمونة كبيرة، معلقتين كبار من زيت الزيتون او زيت نباتي المتوفر عندك. هقلب المكونات كلها كده مع بعض واضيف عليها مجموعة التوابل اللي هتديني الطعم الحلو للشاورما: معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل، نص معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من بهارات الشاورما، معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الجنزبيل. هضيف الفراخ على التتبيله. ده كيلو من صدور الفراخ المخليه متقطعه شرايح، جبته غسلته كويس بالملح والليمون وشطفته ونشفته وقطعته شرايح رفيعه بالشكل ده. هقلب قطع الفراخ في التتبيله كويس علشان كل قطعه تتغلف بالتتبيله. يفضل انك تسيبيها ليله كامله في التلاجة، لو ما عندكيش وقت سيبيها من 2 ل3، بس كل ما طالت المده كل ما قطع الفراخ اتشربت من التتبيله وبقى طعمها احسن. هنعمل عيش الفتة المحمص. هجيب عيش لبناني او عيش شامي او عيش تورتيلا، العيش المتوفر عندك بالشكل ده. هجيب معلقتين من السمنة سيحتهم كده، هضيف عليهم رشة من الثوم البودر، او لو عايزة تحطي ثوم مفروم عادي حطي. هقلبهم كده مع السمنة. همسك كل رغيف عيش ادهنه بيها طعم العيش. بعد ما دهنت العيش كله بالشكل ده بالسمنة، همسكه واقطعه شرايح طويلة. هقطعهم لمكعبات. هدخل العيش الفرن على درجة حرارة عالية علشان يتحمر، ومن وقت للتاني اقلبه علشان العيش ما يتحرق. لعمل الصوص اللي هنقدمه جنب الفتة هجيب كوباية من الزبادي، نص كوباية من الطحينة الخام. لو محدش بيحب الطحينة ومش عايز يحطها ما يحطهاش، بس بتخلي طعم الصوص احلى. ربع كوباية من اللبن الحليب او ربع كوباية من المية، نص معلقة صغيرة من الثوم المهروس، معلقتين كبار من عصير الليمون، معلقة صغيرة من الملح. وبكده صوص الفتة بتاعنا بالقوام الجميل ده بقى جاهز. اعمل رز الفتة. اجيب حلة على النار فيها معلقتين زبدة كبار على معلقة زيت، هضيف فيهم معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الكركم، مكعب مرقة، واقلب التوابل دي كلها مع بعض بالشكل ده تطلع ريحتها كده عليا. هنزل عليهم بكوبايتين من الرز البسمتي المغسول والمنقوع ربع ساعة في المية المغلية. احمص الرز كده في التوابل عشان ياخد من طعمها، وتغلف الرز كده كله بالمادة الدهنية واخد من طعم التوابل. هنزل على كوبايتين الرز البسمتي ب4 كوبايات من المية المغلية، او لو شوربة عند حضرتك حطيها. هتبله ملح وفلفل، وراعي ان مكعب المرقة فيه ملح. هغطي الرز لحد ما يتشرب، وبعدين اهدي النار عليه واسيبه يكمل تسويته. استوى معايا الرز بالشكل ده، شايفينه مفلفل ازاي ولونه جميل. احلى رز فتة ممكن تعمليه. هنسوي الشاورما بتاعتنا. طاسة على النار او صينية او حلة وتكون ما بتلزقش، فيها معلقتين زيت، اسيبها تسخن جامد معايا. هبدأ انزل بالشاورما عليها شوية بشوية علشان الطاسة ما تبردش والشاورما ما تنزلش ميتها بالشكل ده، وافرطها. متقلبيش الفراخ غير لما تاخد لون. نبدأ نشوحها بالطريقة دي عشان تاخد لون من كل الجوانب. اخدت كده الفراخ معايا الصدمة استوت. هضيف عليها بصلتين متقطعين شرايح جوليان بالشكل ده. هقلب البصلة لحد ما تطرى معايا بالشكل ده، بعدين هضيف عليها 3 قرون من الفلفل متقطعين شرايح جوليان. هنزل بطماطمتين متقطعين شرايح جوليان كده، اللحم من غير البذر عشان البذر ما ينزلش ميته معايا في الشاورما. بعدين انزل برشه من البقدونس. هنغرف الطبق بتاعنا،
احط الرز كده، بحب احط الرز في النص كده بالشكل ده، واحط العيش حواليه عشان يبقى شكل الطبق جميل. هرص العيش كده، هحط الشاورما في النص، وانزل بالصوص الخطير بتاعنا ده شويه منه كده على العيش عشان يطعم لي العيش ويخلي طعمه حلو. ده احلى طبق شاورما فته ممكن تاكليه، طعمه حلو خطير شكله جميل لذيذ، عملناه بأبسط المكونات، حاجه كده تحفه.